شنو اللي تغير بالمسواق اليوم؟ تحس الاسعار صارت مناسبه؟ والله ما ادري. يعني عنده متعه بالتسوق. اسعار كلش جاي تجي غاليه من الجمله مالتها، من ارتفاع الدولار كله صار له 3 سنين 4 الاسعار كلها صعدت عندنا. والله انا انقهر بس على اهل البساطي واهل المحلات واهل المصالح، القطاع الخاص انتهى، يعني الله يساعدهم شلون مدبرين عيشتهم، خليه يسال السوق كله، اسال ابو الاثاث، اسال ابو الكهربائيات، اسال هاي المصالح كلها، اذا لقيتهم يشتغلون. حتى الناس ما جاي تستقبل الاسعار اللي عندنا، يعني شيء كانت جملته نشتري 6 و7 صعدت ل 11 وال 12 جاي نجيبه، وصعدت ما تلي ال 15. اثر على التسوق هذا. كل شيء تاثر على التسوق، من حيث الملابس، من حيث الاسواق، من حيث كل شيء جاي يتاثر علينا احنا بالاسواق. والله مناسبه والسوق تعبان. الدوله ما اعطت اهتمام للقطاع الخاص، المؤسسات الماليه مثل هي المصارف 3/4 طلعت كانما طلعت من الخدمه، ليش خلوا البلد بدون جبايه؟ ترى هذا ابو المحلات من الدوله، من يشتغل بالدوله وتجي عليه جبايه، تدري ايش قد يفيد الدوله؟ سوقنا فد نوبه صار كلش غالي، والناس ما جاي تستقبل الاسعار، كل مده يلا لو نقدر ننزله نحمل فوق القطعه شيء بسيط، لو يعني نحمل فوقها كلش قوي ونظل نشوف بعد. والله انا صار لي تقريبا 6 ايام ببغداد، كنت بالخارج وغايب عن العراق تقريبا 20 سنه، فما اقدر اعطيك راي صريح، بس اللي الاحظه انت وشطارتك بالاسعار، فهمت علي شلون؟ شلون؟ يعني اذا ما تعامل وشويه كذا ما راح تحصل بالسعر المناسب. يعطي كهرباته ويعطي مي بسلاسه، بس اذا هو ما عنده شغل وتجي البلديه تستحوذ من عنده على 100,000 مال الاعلان، بعد يقدر يعطيها؟ ما يعطيه، يسد الباب ويطلع. والله زين الاسعار، نعمه خاصه الملابس هاي. هو اول شيء موسم حاليا، بدايه الموسم اعتيادي تصعد الاسعار ولا يعني نوعا ما مناسبه، يعني ماكو تفاوت كلش كبير مثلا بين هسه وفد 4 سنوات سابقه. اليوم اشتريت شغله وقلت لا يعني صعد السوق هنا. يعني هذا يتذبذب عندك اسعار المواد الغذائيه، خاصه القطع المستورده من الخارج.